ويجز بيتم مروان موسى ان هو بيشتري فيوز، ده بعد اللي حصل في كليب بص يا كبير اللي كانت مشاهداته قليله وفجاه بقى 1.5 مليون. فويجز نزل تويته وكاتب بص يا كبير انت مشتري فيوز، وانا بصراحه استغربت لان امبارح كانت الساعه 8 200,000 وفجاه بقى 1.5 مليون، فانا استغربت جدا. مروان موسى بعد ما ويجز قال عليه ان هو بيشتري فيوز نزل التويته دي وبيلمح فيها على ويجز، فويجز نزل الفيديو ده على التيك توك. كنت عليه بارق واللي حشرخه يا شم نطلق طلقه في. اكتب لي رايك تحت في الكومنتات، هل تتوقع هيتطور لبيف ولا هو اخره كده؟ انا من رايي هو اخره كده. مروان موسى نزل الفيديو ده وبيرد فيه على ويجز. دلوقتي انت راجل ناجح والحياه معاك حلوه ومودي وبتاع، انت ليه مركز معايا؟ موضوع غريب الصراحه. وانا حرك للدرجه؟ هو انا دلوقتي انت مثلا كل ما اجي هعمل الناحيه دي حاجه واتحرك تقوم انت تاكلك مني ليه؟ وانت اصلا ما عندكش اي سبب. انت يا عم ما شاء الله عليك يا ابني، انت كويس، انت على فكره انت مش وحش. انت ليه عندك زي نقص كده داخلي اللي هو مهما حصل برضه هتبقى حاسس بالنقص ده؟ لازم تحاول تبطل موضوع النقص قبل اي حاجه يعني، قبل ما نكمل. بس حتى لو هتشتمني يا عم اشتمني، اقول لك على حاجه اشتمني، بس يا اسطى كفايه نقص. ويجز نزل البوست ده وبيقول ان انت بتشتري فيوز من زمان جدا، شوف انت قلت اسمي كام مره في تراك وانت تعرف مين مركز مع مين، وفي الاخر ختمها ميم عن ميم ما تفرقش، قصده مروان بابلو ومروان موسى ما يفرقوش عن بعض. اكتب لي رايك تحت في الكومنتات وما تنساش اللايك والفولو عشان تشوف كل الجديد، وبس كده سلام. يلا غلبان.